أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنقول بسم الله وبنبدأ فيديو اليوم، واللي هي نوع من الحلو على قولة مرت عمي بيكون مصري. فإذا كان حدا شي مصري عم يتابعنا فيجاوبنا إذا كان هالحكي صحيح ولا لا. فبالبداية الكباية اللي بنبلش فيها بننهي فيها كل شي. بدك تقولوا كوب من العسل، ما عندكن عسل بتحطوا سكر، ما عندكن سكر بتحطوا قطر سميك خالصة، يعني الحكاية مش بتقولوا ما بتنعمل. اذا ما عندكن عسل لا بتنعمل. هلا انتوا شايفين يعني الكبايات مش متلين على الاخر، يعني مفللة مثل ما بيقولوا على الاخر، لا يعني بتقولوا 3/4 الكوب سمن حصرا. يعني هي اسرع وصفة بشوفها بكل حياتي. وكوب مي وبتحطوهن على النار بس كرمال تدوب السمنة بس. واذا بدكم ما تذوبوا بتذوبوا السمن لحاله وبتضيفوهن مع بعض، يعني مش مشكلة. يعني اول ما بيسخنوا المكونات مع بعضهم بيكون صاروا جاهزين. فمثل ما كنتم شايفين انا عم حاول هون دوب السمنة. اول ما بيصيروا هيك شوي يعني تقريبا منشيلهم ومنكفي وصفتنا بس ليك يصيروا بهيدا القوام. وهيك بنطفي على النار وبناخدهم. هلا هون 3/4 الكوب طحين سميد ناعم يا جماعة، سميد ناعم. هلا نحن هون ما عنا سميد ناعم، حطينا خشن. 3/4 الكوب مثل ما كنت شايفين الكوب اللي نحن بنعاير فيه على طول بنحط. وهلا هون 4 كوب جوز الهند. جوز الهند ما يكون خشنة كتير كرمال يشرب المكونات. لو في منه بيجي خشن ما بدنا اياه، وسط يعني بدنا اياه يكون ناعم ووسط. فمثل ما نكون شايفين نخلط المكونات الجافة. عن جد وصفة سهلة وبسيطة، وان شاء الله المكونات بتكون بقلب كل بيت. وهلأ السوائل يلي دوبناهن بالأول بنضيف كل الكمية. هلا اذا طلعت معكم العجينة رخوة شوي بتضيفوا لها شوية جوز الهند. هلا نحن هون ما احتجنا نضيف لها اي شيء من جديد، يعني كان بالتمام والكمال. اذا اتبعتوا الوصفة بتكون ما بدها شيء معكم، يعني ولا اسهل من هيك. وبس وبصينية مدهونة زبدة سمنة اللي بدكن اياه بننزل المكونات ونفردهم ونصفهم. يعني بنرتب هندامة للصينية، بنرتب هندامة وبنظبطها على الاخر طيروز. ولا اسهل من هيك، خفيفة وظريفة. والسكر كمان بيطلع عادل على فكرة. يعني هلا بس نطلع من النار بنكون محضرين قطر كمان، مش شرط يكون سميك يعني مثل هريسة او شي، بس يعني مقبول. وبتحطوه بيطلع عادل، ما بتكتروا له قطر كتير. يعني تقريبا شي كباية ونص هيك شي بيطلع السكر تبعها عادل. هلا منحاول نقصه بس هيك لا تاخد، ما بنقص على الاخر بس لنحفظ الشكل يعني. وهيك بنكون خلصنا. وبدكم تزينوها باي نوع مش مشكل، على حرارة من تحت 180 مع المراقبة المستمرة. عيونكم علي، يعني ما بتاخد وقت بالفرن كتير. يلي وصل لهون ما ينسانا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. واعملوا حركة الاكسبلور، يعني نسخ للفيديو او مشاركة مع رفقاتكم. يلي وصل لهون شكرا كتير على المشاهدة. وهلا انتظروا النتيجة. عم ودع عم قلها عايشة حياتك بالفرن. هلا هون بتكون احمرت من تحت ومن فوق وخلصت. وعلى السخن بنكون مجهزين قطر. القطر ما بده يكون بارد فاتر، يعني اذا بدكم تجهزوا قبل بوقت.
هلا شايفين تقريبا كباية ونص، ما بدها اكتر من هيك يعني. ما تحطوا لبحر، كتير كتير لذيذة، جربوها ما بتندموا. وصفة سهلة وخفيفة وظريفة. وهلا بترككن مع اللحظات النهائية. باي باي.